أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، وهو إزاي بنبص للحوادث اللي بتحصل. شوفوا، في تحول كبير بيحصل دلوقتي. بننتقل من الطريقة القديمة بتاعة تحليل الأسباب الجذرية لمنهجية أحدث وأعمق اسمها RCA Squared أو RCA Squared، ودي اختصار لتحليل الأسباب الجذرية واتخاذ الإجراءات. الفكرة هنا مش بس إننا نعرف إيه اللي حصل وخلاص، لأ، الأهم بكتير هو إزاي نتأكد إن الغلطة دي ما تتكررش تاني أبداً. وعشان نعمل كده لازم نبدأ بأول وأهم خطوة، إننا نحدد ونصنف الأحداث اللي بتحصل دي بشكل صح. طيب الأجندة بتاعتنا النهاردة فيها 4 نقاط أساسية. أول حاجة هنعرف إمتى بالظبط نقدر نقول إن في حد يستاهل اللوم على غلطة. تاني حاجة هنتكلم ليه لازم ندي الأولوية للخطر اللي ممكن يحصل مش للضرر اللي حصل خلاص. تالت حاجة ودي نقطة مهمة جدا، هنشوف إيه هي القوة بتاعت الحوادث الوشيكة. وفي الآخر خالص هنربط كل ده ببعضه ونشوف إزاي بيساعدنا نبني ثقافة ثقة وتشجيع على الإبلاغ جوه المكان. طيب خلينا نبدأ بأول نقطة، ودي يمكن أهم حاجة في الموضوع كله. التحليل الصح يا جماعة مش معناه إننا نقعد ندور على كبش فدا، مش بندور على شخص معين نشاور عليه ونقول هو ده اللي غلط، لا خالص. الهدف الحقيقي هو إننا نفهم ليه السيستم بتاعنا، يعني نظام الشغل نفسه، إزاي سمح للغلطة دي إنها تحصل أصلاً. يعني الهدف الأساسي من مراجعة ال RCA Squared هو إن نلاقي الثغرات أو نقط الضعف اللي في السيستم ده. بالضبط زي ما يكون عندك حيطة فيها شرخ، أنت مش بتلوم الحيطة، أنت بتدور على الشرخ عشان تصلحه. ولما منلاقي الثغرات هاي بيبقى قدامنا حل من اتنين: يا إما نقفلها خالص وما تتكررش، أو على الأقل نقلل الخطر بتاعها لأقصى درجة ممكنة. والموضوع ده خطير قوي لدرجة إن وكالة ناسا نفسها حذرت منه. اللجنة الاستشارية لسلامة الطيران الفضائي عندهم بتقول كلام مهم قوي. بيقولوا إيه بقى؟ لما التركيز كله بيبقى على اللوم، السبب الحقيقي للمشكلة ممكن ما نشوفوش أو حد يخبيه، وده بيزود خطر إن نفس الحادثة تتكرر تاني. يعني بدل ما نحل المشكلة، إحنا بنخلق بيئة تخلي المشاكل تستخبى. طيب ماشي، الكلام ده جميل، بس ده يخلينا نسأل سؤال منطقي قوي. يعني مفيش حد بيغلط خالص؟ امتى بقى نقدر نقول إن تصرف الشخص ده هو اللي يستاهل اللوم فعلا؟ هل كل الأخطاء اللي بتحصل دي بتبقى بسبب السيستم وبس؟ وهنا بقى بيجي للجزء التاني بتاعنا، الأحداث اللي تستحق اللوم. عشان مهم قوي ومهم جدا كمان إننا نحط خط فاصل وواضح بين الخطأ اللي سببه النظام والتصرف اللي لأ، ده لازم صاحبه يتحاسب عليه بشكل مباشر. الأحداث دي بقى اللي بنقول عليها blame worthy، دي بتتعامل معاها الإدارة أو ال HR مباشرة، ملهاش دعوة بنظام تحسين السلامة. طب زي إيه؟ بنتكلم عن حاجات ما ينفعش فيها نقاش، زي مثلا الأفعال الجريمية، أو حد يأذي مريض عن قصد، أو مقدم خدمة يكون بيشتغل وهو تحت تأثير أي مواد مخدرة، أو أي تصرف متعمد فيه كسر واضح وصريح لقواعد السلامة. دي حاجات ما ينفعش نقول السيستم السبب فيها. والفصل ده يا جماعة مهم جداً جداً. ليه؟ لأننا لما بنفصل بين النوعين دول من الأحداث، إحنا بنعمل حاجتين. أولاً بنحمي نظام السلامة نفسه، بنخليه يركز في دوره الحقيقي وهو تحسين النظام. وتانياً ودي الأهم، بنخلق بيئة آمنة، بنشجع كل الناس إنهم يبلغوا عن أي ثغرة أو نقطة ضعف شايفينها في السيستم، من غير ما يكونوا خايفين إن الموضوع يقلب بتحقيق شخصي معاهم أو إنهم يتلاموا على حاجة. تمام قوي، كده وضحنا الفرق بين غلطة السيستم والتصرف اللي يستاهل اللوم. نيجي بقى النقطة تانية هتنقل تفكيرنا نقلة كبيرة قوي، وهي إن الأولوية لازم تكون للخطر مش للضرر. يعني إيه الكلام ده؟ بصوا، المقارنة دي هتوضح كل حاجة. الطريقة القديمة اللي هي قايمة على الضرر كانت بتشتغل إزاي؟ كانت بتستنى المصيبة تحصل، يعني نستنى المريض يتأذي وبعدين نبدأ نحلل ونشوف إيه اللي حصل. ده اسمه رد فعل، إحنا بنستنى الفعل يحصل عشان نرد عليه. لكن بقى الطريقة الجديدة اللي قايمة على الخطر دي بتشتغل بالعكس تماماً. دي بتشتغل بشكل استباقي. يعني إيه؟ يعني بنبص لقدام، بنحدد المخاطر اللي ممكن تحصل وبنشتغل عشان نمنعها أو نقللها قبل ما تأذي أي حد. هو ده الفرق الجوهري كله. طب بنعمل ده إزاي على أرض الواقع؟ الموضوع بسيط وبيتم في 3 خطوات. أول حاجة، بنقيم شدة العواقب المحتملة، يعني لو الخطر ده حصل الضرر بتاعه هيبقى كبير قد إيه. تاني حاجة، بنقيم احتمالية حدوثه، يعني هل هو حاجة وارد تحصل كل يوم ولا نادرة قوي.
والخطوة الثالثة والأخيرة بنحط المعلومتين دول على حاجة اسمها مصفوفة المخاطر، ودي أداة بتساعدنا نحدد الأولويات بشكل علمي، تقول لنا إيه اللي لازم نشتغل عليه فوراً وإيه اللي ممكن يستنى شوية. بكده قراراتنا ما بتكونش عشوائية أو مبنية على مين صوته أعلى، لأ، بتبقى مبنية على تحليل منطقي للمخاطر. والكلام عن التفكير الاستباقي ده بيودينا لمفهوم عبقري وفي منتهى الأهمية، وهو الحوادث الوشيكة، أو زي ما بنسمعها كتير close calls أو near misses. دي بقى مش مجرد حاجات بنقول عليها الحمد لله عدت على خير وخلاص، لأ، دي كنوز حقيقية، فرص ببلاش للتعلم وتحسين النظام. طب إيه هو الحدث الوشيك ده؟ ببساطة هو أي موقف كان ممكن جداً يسبب أذى أو ضرر بس ما حصلش، يا إما الحظ خدم أو عشان في حد شاطر اتصرف بسرعة وصلح الموقف. خلونا ناخد مثال من مستشفى صحة نفسية عشان الصورة توضح. تخيلوا معايا إنه ممرض بيعمل الجولة بتاعته بالليل في عنبر المرضى، وبص تحت سرير مريض، لمبة عينه لقطت حتة إزاز مكسور المريض كان مخبيها وكان ممكن جداً يستخدمها عشان يأذي نفسه. الممرض بكل هدوء ومن غير ما يعمل أزمة شالها وأمن المكان. اللي حصل ده مش مجرد موقف وعدى، ده كلوز كول قيمته لا تقدر بفلوس. طب ليه بنقول عليها كنوز؟ ليه مهمة قوي كده؟ الإجابة ببساطة في الرقم اللي قدامنا ده. بعض الدراسات بتقول إن مقابل كل حادثة واحدة بتسبب ضرر حقيقي للمريض، في حوالي 300 حادث وشيك بيحصلوا. متخيلين الرقم؟ 300، يعني 300 إنذار، 300 فرصة نتعلم منها ببلاش. تخيلوا بقى حجم الخسارة لو طنشنا كل الفرص دي وركزنا بس على الحادثة الواحدة اللي حصلت. يعني باختصار شديد الكلوز كولز دي بتسمح لنا نشوف نقط الضعف في السيستم بتاعنا ونصلحها قبل ما مريض يتأذي بسببها. دي بالظبط عاملة زي ما يكون عندك جهاز إنذار شغال وبيقولك خلي بالك في مشكلة جاية. دي دروس في السلامة بتجيلنا لحد عندنا وببلاش، يبقى حرام قوي نضيعها. طيب كل اللي قلناه ده بقى، من أول عدم اللوم للتركيز على الخطر للاهتمام بالحوادث الوشيكة، كل ده بيوصلنا لهدف واحد كبير وأساسي، وهو إننا نبني ثقافة حقيقية جوه مكان الشغل. ثقافة أساسها الثقة وتشجيع الناس إنها تبلغ عن أي حاجة. وعشان نبني الثقافة دي، الموضوع محتاج 3 أركان أساسية تكون موجودة. أولاً، لازم تكون عملية المراجعة عادلة، والناس عارفة إنها مش معمولة عشان تعاقب حد. ثانياً، لازم يكون عندنا نظام شفاف وواضح لتقييم المخاطر، الناس كلها فاهماه وشايفاه. ثالثاً، وده الأهم، لازم يكون التركيز كله على التعلم، نتعلم من كل حدث بيحصل كبير أو صغير، وخصوصاً الكلوز كولز اللي قلنا عليها. لما ال3 أركان دول بيجتمعوا مع بعض، النتيجة المباشرة هي الثقة. الثقة دي هي اللي بتدي الموظف الإحساس بالأمان، إنه يرفع إيده ويقول يا جماعة أنا شايف في مشكلة هنا، أو خلوا بالكم من النقطة دي. من غير الثقة دي، الناس هتخاف تتكلم والمشاكل هتفضل مستخبية لحد ما تحصل كارثة. البيئة دي هي بالظبط اللي بتخلي أي نظام سلامة في الدنيا ينجح. وفي الآخر عايزة أسيبكم مع سؤال نفكر فيه كلنا في شغلنا. يا ترى إيه الخطر المستخبي دلوقتي في السيستم اللي بنشتغل فيه؟ وإيه هو تقرير الكلوز كول البسيط اللي لو اتقدم بكرة الصبح ممكن يكشف الخطر ده ويمنع أذى كان ممكن يحصل لمريض؟ السؤال ده إجابته ممكن تنقذ حياة.